خليني أسألك سؤال بصدق. انت بتقعد بالساعات تحفظ وبعد يومين او 3 تحس ان اللي حفظته طار واتنسى؟ الحقيقة ان المشكلة مش في ذاكرتك ولا في ذكائك، المشكلة انك بتحفظ غلط. عشان كده النهاردة هنتكلم عن ذكاء الحفظ وازاي تحفظ اكتر وفي وقت اقل ومن غير ما تكره المذاكرة. اغلب الطلبة فاكرين ان الحفظ بيجي عن طريق التكرار، لكن الحقيقة ان الحفظ بيجي عن 3 امور. اول حاجة الفهم، بعد كده التنظيم، بعد كده الربط. من غير ال3 دول اي حفظ بيكون حفظ مؤقت معاك. تعال بقى اعرفك مهارات الفهم والحفظ اللي من خلالهم ان قدرت تفهمهم صح هتوفر على نفسك وقت كبير وتذاكر صح. اول مهارة الفهم قبل الحفظ. فقبل ما تحفظ اي حاجة اسأل نفسك انا فاهم النقطة دي كويس وايه الفكرة الاساسية منها، لان المعلومة اللي ملهاش معنى المخ بيرفضها. تاني مهارة التقسيم. المخ ما بيحبش الكتل الكبيرة، فبدل ما تحفظ او تذاكر 20 سطر قسمهم ل4 افكار وكل فكرة 5 سطور زي رقم التليفون مش بيتحفظ مرة واحدة. تالت مهارة الكلمات المفتاحية او التمييز. ما تحفظش كلام، احفظ كلمة واحدة، فكرة، رمز، وباقي الكلام هيطلع معاك تلقائي. الامتحان بيقيس الفهم مش نص الكتاب. رابع مهارة الربط. اربط المعلومة بمعلومة قديمة زي مثال او صورة او قصة، المخ بيفتكر اللي كان ليه ربط قبل كده. خامس مهارة والاخيرة الحفظ النشط. يعني احفظ واقفل واسترجع، مش انك تحفظ وتبص وتقول لسه فاكر. الاحساس بيكون غير الحقيقة. تعال بقى أعرفك مهارات الحفظ السريع، ودي بتفيدك لما يكون الوقت قليل، داخل عليك امتحان أو اختبار مفاجئ أو مراجعة نهائية. هو مش بديل الفهم لكن أداة ذكية ممكن تعتمد عليها على المدى القصير. أول تقنية هي تقنية الحفظ بالصور الذهنية، إنك تحول المعلومة لمشهد أو لصورة غريبة أو للقطة مضحكة. المخ بيحب الصور وبيكره الكلام المجرد. تاني مهارة هي مهارة القصر الذهني، إنك تختار مكان، أوضة مثلا أو شقة أو طريق، وحط كل فكرة في مكان وانت بتمشي تبدأ تسترجع. تقنية قوية جدا للحفظ السريع. تالت مهارة الاختصار الذكي. اعمل أول حرف من كل كلمة مختصرة، وبعد كده كونهم في جمل، المخ هيبدأ يفتكر مع الأمر ده. رابع مهارة التكرار المتباعد السريع. مش تكرر ورا بعضه، لكن تحفظ بعد كده تسيب 10 دقايق بعد كده تبدأ تسترجع، لأن المخ بيفتكر أكتر لما بينسى شوية. خامس مهارة الحفظ الصوتي، إنك تقرأ بصوتك، تسجل مثلا وبعد كده تسمع وانت ماشي وانت قاعد قبل النوم. السمع بيثبت مع النظر. وحابب أقول لك إنك لو استخدمت الحفظ السريع من غير فهم هينفعك مؤقت ويضرك على المدى الطويل. واخيرا التشيك ليست وملخص اللي قلناه النهارده. اول حاجه، فهمت ليه الحفظ التقليدي بيؤدي الى الفشل؟ تاني حاجه، اتعلمت مهارات الحفظ والفهم وهتبدا تطبقهم مع نفسك. تالت حاجه، عرفت مهارات وتقنيات الحفظ السريع. رابع حاجه، بقى عندك نظام واضح هتمشي عليه من هنا ورايح. خليك فاكر دايما ان اللي بيذاكر بذكاء بيكسب وقت ونتيجه افضل. واشوفك في الفيديو الجاي.